قرار الانسحاب من الحكومة كان بإجماع أعضاء المجلس الوطني الذي التأم اليوم بالرباط في دورته الثالثة بعد المؤتمر. يوم مصيري عرف نقاشا موسعا بين المدافعين عن الانسحاب من عدمه، إلا أن قناعة الاستقلاليين بالانسحاب غلبت على الوضع. المجلس الوطني فوض من بعد ما خدا بالإجماع القرار ديال الانسحاب من الحكومه، فوض اللجنه التنفيذيه للحزب اي القياده الحزب باش تصرف هذا القرار المهم في حياه حزب الاستقلال. والفصل 42 هو واضح والذي يمكن ان يفصل الخلافات التي تكون داخل مؤسسات الدوله، والحكومه هي مؤسسه من مؤسسات الدوله. قرار الانسحاب له مبرراته بالنسبه لحزب الاستقلال قياده ومجلسا وطنيا، إذ إن كل المداخلات خلال النقاش تمحورت حول انتقاد عمل الحكومة كانعدام التجانس بين مكوناتها، كما يؤكد أعضاء المجلس الوطني. للأسف هذا المسار وقع له واحد العوجاج، فبالتالي كنا مضطرين أننا نمارسوا المعارضة في قلب الحكومة، لكن ما اكتفاوش، يعني كان هذه المعارضة غير كافية، فبالتالي خصنا نمارسوا المعارضة في المكان ديالها المناسب. لذلك قرار الانسحاب جاء في وقته. أسباب متعددة، أو من بينها أن الحزب استنفذ جميع الوسائل المؤسساتية لتنبيه الحكومة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية اللي كتعيشها البلاد. ب60 برلمانيا حزب الاستقلال يقرر رسميا الخروج من الحكومة الحالية، قرار سياسي تؤكد قيادة حزب الميزان أن فيه تمت مراعاة مصلحة الحزب، ومن خلاله ستكون له فرصة مراجعة الذات. ومعنا الآن مباشرة من الرباط عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. بداية، كيف وصلتم إلى هذا القرار وما هي أسبابه؟ أولا، كما يخفى على المشاهدين الكرام أن حزب الاستقلال قرر المشاركة في هذه الحكومة انطلاقا من قناعة على أن البلاد تحتاج في هذه الظروف إلى مزيد من الوحدة الوطنية وإلى حكومة أفرزتها نتائج انتخابات الأقل طعنا فيما يتعلق بنزاهتها. وبالتالي تعامل حزب الاستقلال بجدية مع هذه المشاركة، وتعامل مع هذه المشاركة بما ركمه من خبرة ومن تجارب في حكومة سابقة. لكن مع الممارسة اتضح على أن هناك حالة شاذة تحكم العمل التشاركي والعمل داخل هذه الأغلبية. هناك رؤية غير واضحة بالنسبة لمن يقود هذه الحكومة. نبه حزب الاستقلال في مذكرة 3 يناير 2013 إلى المخاطر التي تحيط بالتجربة الديمقراطية، والتي تصيب الدستور الجديد في مقتل نظرا لتعطيله لمدة طويلة من خلال عدم المبادرة إلى إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بالمؤسسات الدستورية. أيضا نبه إلى مخاطر الوضعية الاقتصادية ودق ناقوس الخطر. وفي 30 مارس قدم مذكرة مفصلة حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لإخراج البلاد من الأزمة ومن الوضعية الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تعرفها بلادنا. لكن لا المذكرة الأولى تم الجواب عليها ولا المذكرة الثانية تمت الاستجابة إليها. وآخر اجتماع الأغلبية كان بدعوة من حزب الاستقلال لمدارسة نقطتين اعتبرهم حزب الاستقلال مصيريتين، وهما النقطة الأولى قضية الوحدة الترابية، والنقطة الثانية وهي قضية الوضعية الاقتصادية لبلادنا، والتي يعرف الجميع على أنها سترهن القرار الاقتصادي المغربي للمؤسسات الدولية. نعم. إذن حزب الاستقلال اليوم والمجلس الوطني في إطار تقييم هذه الوضعية جاء قرار الانسحاب من هذه الحكومة. إذن هل يمكن القول من الآن بأن وزراء حزب الاستقلال لم يعودوا في الحكومة؟ في الواقع وقع مستجد بعد نهاية أشغال المجلس الوطني، وهي مناسبة لكي نخبر الرأي العام الوطني أن جلالة الملك مباشرة بعد علمه بخبر الانسحاب اتصل بالأخ الأمين العام للحزب وطلب أن يستمر الوزراء نظرا للحفاظ على استقرار المرفق العمومي. والوزراء سيستمرون إلى حين عودة جلالة الملك، وسيلتقي جلالة الملك، سيتوصل جلالة الملك بمذكرة تفصيلية
من حزب الاستقلال توضح المبررات والأسباب التي دفعته إلى قرار الانسحاب من الحكومة، وبالتالي فالوزراء سيستمرون في إطار مهامهم الحكومية إلى حين توصل جلالة الملك بالمذكرة التفصيلية للأسباب التي تقف وراء القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الوطني هذا اليوم. إذن ما هي المراحل المقبلة وكذلك في حال تم قبول المقترح حزب الاستقلال بإجراء تعديل حكومي، هل سيعود الحزب بوزرائه إلى هذه الحكومة؟ لا، المسألة ليست مسألة تعديل حكومي، قلنا هذا أكثر من 1000 مرة منذ يناير. المسألة ليست مسألة تعديل حكومي وتغيير أشخاص بأشخاص، هناك رؤية إلى هندسة حكومية، هناك رؤية إلى منهجية العمل، هناك عقلية حزبية تريد أن تدبر مؤسسة دستورية، هناك عقلية حلقية لا تؤمن بتعددية الأفكار ولا تؤمن بالاختلاف ولا تؤمن بأنها تعيش في إطار حكومة ائتلافية تضم أحزاب لها مواقف ولها رؤية ولها تصورات مختلفة عن بعضها البعض. إذن المشكل هو مشكل في الرؤية. اليوم الأزمة الاقتصادية ليست أزمة مرتبطة فقط بالنسيج الاقتصادي، ولكن أيضا مرتبطة بأزمة الحكامة داخل هذه الحكومة. هناك وضعية اقتصادية صعبة وليست هناك جرأة للحكومة لاتخاذ المبادرات الضرورية. وزير المالية قدم تصورات يرفض رئيس الحكومة إدراجها في جدول أعمال الحكومة، وبالتالي هناك وضع صعب جدا، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في الكذب على الشعب المغربي وتقديم مبررات واهية لعجز بنيوي لدى بعض الأطراف. نحن مستعدون لكل الاحتمالات. رؤيتنا أن الحكومة يجب أن تنجح، وهذا هو الرؤية التي دافع على حزب الاستقلال منذ أن قرر المشاركة في الحكومة، لكن لا يمكن الاستمرار في المشاركة في الحكومة بأي ثمن وعلى حساب الاستقرار في البلاد وعلى حساب المجتمع المغربي. لهذا حزب الاستقلال مستعد لجميع السيناريوهات. بالنسبة نحن نأمل أن يتم تجاوز هذه الوضعية الشاذة التي تم تدبير بها العلاقات بين الحلفاء منذ أكثر من 6 أشهر. إذا وقع تطور في هذا الاتجاه فحزب الاستقلال سيجمع المجلس الوطني لكي ينظر في كل مستجد يتعلق بهذا الموضوع، لأن من يتخذ قرار إلغاء الانسحاب هو قرار المجلس الوطني. ليست هناك مؤسسة أخرى داخل الحزب يمكن أن تبادر من نفسها إلى مراجعة هذا القرار. عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، متحدثا إلينا مباشرة من مقر حزب الاستقلال برباط، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. ونواصل في هذه النشرة بالقراءة والتحليل لقرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية. إذن أول سؤال، ما الذي سيحدث بعد الذي حدث اليوم؟ أي ما هي قراءتكم لواقع الغد السياسي داخل الحكومة عموما وداخل العمل السياسي عموما ببلادنا؟ يمكن أن نقول بأن هناك جملة من السيناريوهات المطروحة بالنسبة لواقع الحدث السياسي الذي خلقه حزب الاستقلال اليوم. السيناريو الأول المحتمل تطبيقه هو الإبقاء على حكومة أقلية وخروج حزب الاستقلال من هذه الحكومة، مثل ما شاهدنا بالنسبة للحكومة ديال السيد عباس الفاسي حينما اختل حزب الأسرى والمعاصرة ولم يعد يساند حزب عباس الفاسي. هذا الطرح الأول، حكومة أقلية. الطرح الثاني أو السيناريو الثاني الوارد بقوة وهو اللجوء إلى تحكيم ملكي وفق ما جاء ببلاغ ديال حزب الاستقلال، بحيث يمكن هنا أن نلجأ إلى مقتضيات الفصل 42. لأن استسمحك دكتور، لأن عندما نتحدث عن الفصل 42 من الدستور فهو يتحدث عن التحكيم. نعم، يتحدث عن التحكيم الملكي. يجب أن نفسر هذه النقطة. نعم، بموجب مقتضيات الفصل 42 يحق لجلالة الملك أن يمارس التحكيم الملكي بين المؤسسات الدستورية، وعلى اعتبار أن الحكومة هي مؤسسة من المؤسسات الدستورية فبالتالي هو الضامن الأول للسير العادي لهذه المؤسسة، وبالتالي يمكن للفرقاء السياسيين أن يلجأوا إلى جلالة الملك من أجل نزع هذا الاحتدام، وهذا يكون في مصلحة ديال أعتقد مصلحة الطرفين الأساسيين اللي هما حزب الاستقلال والعدالة والتنمية. لأن
لان اولا بالنسبه للسيد شباط غادي يخفف عليه الضغط ديال القواعد من خلال طرح المساله ديال التعديل الحكومي، ومن جهه ثانيه غيخفف كذلك الضغط حتى على بالنسبه للسيد عبد الاله بن كيران، لان السيناريو الثالث ديال التعديل الحكومي هو وارد دستوريا ولكن صعب سياسيا، لان اغلبيه المكونات ديال المعارضه هي متفقه على عدم الدخول لهذه الحكومه من خلال البلاغات ديالها. الامر واضح جدا. حتى يعني الى استبعدنا يعني التجمع الوطني الاحرار اللي هو القريب يعني منطقيا بلغه الارقام عنده 54 مقعد، ولكن عندهم مواقف واضحه من عدم الدخول للحكومه. نفس الشيء بالنسبه لحزب الاصاله والمعاصره، بقي حزبين اساسيين اللي هما الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، ولكنهما لا يشكلان قوى عدديه يمكن ان تريح حزب ديال العداله والتنميه، لان اذا ما انضم حزب الاستقلال الى المعارضه غادي يسهل عليه بسهوله المعارضه على انها تلجا الى ملتمس الرقابه وتسقط الحكومه، وبالتالي الخيار او السيناريو ديال التعديل الحكومي خارج حزب الاستقلال غيبقى جد ضعيف نظرا لهذه المعطيات اللي تكلمت عليها حاليا. كاين الاختيار الثالث او السيناريو الرابع اللي هو مطروح كذلك، وهو امكانيه اللجوء حزب العداله والتنميه الى اجراء انتخابات سابقه لاوانها، وهذا غيكون في المصلحه ديال حزب العداله والتنميه، ولكن هذه المساله صعبه جدا سياسيا وتقنيا لاعتبارات جد متعدده، وبالتالي غيبقى هذا هو الاختيار المستبعد بشكل كبير. الاختيار الواضح اللي كيبدا اليوم واضحا حتى من خلال البلاغ ديال حزب الاستقلال وهو امكانيه اللجوء الى التحكيم الملكي. يعني عندما نتحدث عن هذا القرار اليوم وفي هذه الظرفيه بالذات، كيف لنا ان نقراها؟ هو اولا ظرفيه سياسيه واقتصاديه جد. اكيد انه كما استمعنا يعني في المداخلات السابقه انه جاء من خلال تراكمات. بالفعل هذه المساله هي مساله ديال تحصيل حاصل لما وقع بين الحزبين الاساسيين داخل الحكومه من خلال مواقف سياسيه جد متباينه. يتضح الرؤيه يعني منذ وصول السيد شباط الى سده الامانه العامه لحزب الاستقلال، مواقف جد متباينه جدا، لا من خلال قانون الماليه ديال 2012، لا من خلال بعض المواقف السياسيه في قضيه ديال اقتطاع من الاجور ديال الموظفين، في المساله ديال الطلبه المجازين اللي تبنوا فيها مواقف متباينه بين حزب الاستقلال وبين العداله والتنميه، او من خلال كذلك الوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه الحاليه. كانت هناك مواقف جد متباينه، وكان هناك غياب لتدبير عنصر الاختلاف بين مكونات ديال هذه الحكومه، وهذا راجع بالاساس الى انها حكومه ائتلافيه، حكومه ما عندهاش واحد الناظم مركزي اللي هو ذاك التوجه الايديولوجي او التطابق الايديولوجي اللي غيخليها انها تشتغل بواحد الاريحيه كبيره. وسبق من هذا المنبر ان صرحت وقلت بان ماشي المشكل في الدخول ديال العداله والتنميه، ولكن المشكل هو في كيفيه الخروج. اليوم خروج هذا الحزب او خروج حزب الاستقلال من هذه الحكومه غيشكل واحد العائق صعب جدا على استمراريه حكومه السيد عبد الاله بن كيران. الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، شكرا جزيلا لك. وأذكر المشاهدين بأنه صدر لك بالأمس، فقط بالأمس صدر لك هذا المؤلف القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. مرحبا.